احمد باشا الديب ده السلوم نورت. ايه يا باشا اللي موقفك في الساعه كده؟ مستنيك. فتش العربيات بسرعه يلا. انزل. خير يا باشا. طب ما تقول لي يا باشا انتوا بتدوروا على ايه وانا اساعدك. هنا في العربيات بطاطس يا فندم. ايه يا باشا، هي الحكومه منعت اللي بيشتغلوا في البطاطس دلوقتي ولا ايه؟ فتش العربيات تاني كويس. فين السلاح يا رحيم؟ سلاح؟ سلاح ايه يا باشا؟ وانا لو معايا سلاح وهربته ولا مؤاخذه هقول لك؟ باين سيادتك طبيت علينا اهو. لقيت معانا حاجه؟ دي بطاطس يا باشا، احنا شغلنا كله على طريق ونقول يا رب. قول على الله يا رحيم، قول على الله. هو تلاقي سعادتك جات لك اخباريه غلط ولا حاجه؟ هات يا ابني شوالين بطاطس من عندك للباشا بسرعه عشان الاولاد. اصل يا باشا عدم المؤاخذه الولاد الصغيرين بيموتوا في البطاطس، ده احنا كبار بنحبها كده ولا ايه يا حلمي؟ اه طبعا. ده انا بموت في البطاطس. وعدم المؤاخذه بقى سيادتك بتحبها مقليه ولا صينيه؟ هفتش العربيات تاني بمزاجي وحته حته. انا الحكومه بقى. حبيبتي، من ساعة ما رجعتي وانتي قاعدة كده قدام اللابتوب بتتفرجي على ايه؟ لا ولا حاجة يا ماما. أنا مش هتحرك من هنا غير لما تحكي لي بتتفرجي على ايه؟ كل اللي حصل لك ده بسبب انك ما بتتكلميش معايا. حبيبتي، أنا أمك لازم تحكي لي. بس توعديني انك هتاخدي الموضوع بهدوء ومش هتتوتري؟ أوعدك. ها، احكي بقى، في ايه؟ بصي، فاكرة الراجل اللي كان بيكلمني قبل ما اتحبس؟ لقيته بيكلمني النهارده واداني الفيديو ده فيه لميا والراجل اللي بيديها الشنطة اللي حاططها لي في المكتب. مين ده؟ تعرفيه؟ عمري ما شفته. لازم نبلغ البوليس. أنا فكرت في كده، بس كمان فكرت في اللي حصل للميا وفي اللي حصل لي لما بعتولي حد وحاول يقتلني في السجن. امال هتعملي ايه؟ اوعي تقولي لي هتكلمي رحيم. لا، تمام يا دكتوره داليا، حاضر. كوبايه الحليب بتاعتي ها؟ هظبط مواعيدي واكلم سعادتك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي اتفضلي. اتفضل. احمد باشا صباح الفل. صباح الفل. في حاجه جديده عن عزت؟ اه يا باشا في جديد طبعا. تعال. هو كان متجوز وطلق من فتره والمباحث دلوقتي شغاله على عنوان طريقته الجديده يعني. بص يا فندم، هو مش ده الموضوع اللي جاي اقوله لسيادتك. انا قلت كده برضه. ما ينفعش تقول لي معلومه جديده من غير ما تقول لي مصيبه. خش يا محمد. صباح الفل يا احمد باشا. صباح الفل. شكرا يا محمد. قول لي بقى المصيبه قبل ما اشرب الحليب، يلا. والله يا ريس انا مش عارف هي مصيبه ولا لا، بس سياده اللي هو صادق عايزك. ما قالكش عايزني في ايه؟ لا ما قاليش سعادتك،
بس هو شكله مش مبسوط يعني. اكيد هيكلمنا الحمله اللي احنا طلعناها. ربنا ما يحرمني منك يا خالد. يا فندم انا ماشي ورا معلومات، مش ماشي من دماغي. وايه مصدر المعلومات دي يا ست لقيط؟ مصدر المعلومات دي يا فندم واحد من رجاله ابراهيم انا جنته. ايه؟ جنته. جنته؟ من غير ما ترجع لي؟ شغال من دماغك يعني. ماشي. اسمه ايه بقى؟ مثال يعني يا سيادة اللواء مش هيفرق معاك تعرف اسمه او ما تعرفوش؟ معاك حق. هي فعلا مش هتفرق، لانك من ساعته وتاريخه مالكش اي علاقه بملف رحيم السيوفي. ازاي ده يا سيادة اللواء؟ انا ماسك الملف ده من سنين، من ساعه رحيم ما كان ماسك البلد دي في ايده. انا اللي دخلته السجن وانا هرجعه تاني. ده امر شخصي ولا شغل؟ امر شغل يا فندم. وانا رئيسك المباشر وبقول لك مالكش اي علاقه بملف رحيم السيوفي. تشتغل في الملفات اللي عندك. يا سيادة ده اللواء امر حظبط ويتنفذ. تمام يا فندم. اتفضل. جنته. هشام ما ردش برضه. لا يا حاج، لسه ما ردش، اتصل بيه تاني. ربنا يجيب العواقب سليمه. ما تقلقش يا حاج، تلاقي بس الخط مش مجمع. خط ايه بس انت كمان؟ ورحيم برضه ما ردش؟ لا يا بابا. يبقى اكيد في مصيبه حصلت. لما رحيم وحلمي وهشام ما بيردوش يبقى ربنا يستر. ايوه ربنا يستر. اهدي. انا مش فاهمه انت عايزني اهدى ازاي؟ اديك شايف اللي حصل، شفت اللي حصل مع ماما، وكمان بابا مش بيرد. خايفه عليهم قوي. يا بنتي ما تخافيش، ما انا جنبك اهو. زياد انا عايزه بابا. طيب دلوقتي رحيم يظهر وهو اللي يعرف مكانه. رحيم ما بيردش. ما ردش برضك؟ طب انا هفضل وراه، وانت كمان خليك ورا حلمي. حاضر. انا اتصل بهشام تاني. يا احمد باشا، المشكله ان الحمله دي خرجت بتوصيه من مكتب سياده الوزير شخصيا، ومصدر المعلومات الوحيد عند حضرتك. فلو حضرتك يعني تقول لي مصدر معلوماتك هقدر افكر معاك ونشوف حل. لو في حاجه كنت هقول لك يا خالد. يا فندم انا ما اقصدش، انا بحاول اساعد يعني. تساعدني ولا تنقل اخبار اللي هو صادق؟ على فكره دي حاجه ما تضايقنيش. اللي هو صادق الراجل الكبير بتاعي، ومن حقه يعرف اي حاجه، زي ما من حقي بالظبط يا باشا اعرف كل حاجه. انا بقى عايز اعرف رحيم بيتحرك براحته ليه؟ انا جبته بنفسي هو واخوه حلمي لحد هنا اهو، وخرجوا تاني يوم. في حد بيخش الامن الوطني وبيخرج تاني يوم؟ يلا يا باشا يلا، يلا سعادتك راح وصل الكلام بسرعه. يلا. احمد باشا، انا شايف ان حضرتك اعصابك تعبانه، ولو فكرت شويه هتعرف اني في صفك، وسياده اللواء كمان في صفك. انت بتنقل اخباري للي هو صادق ليه؟ ليه؟ يا احمد باشا، هو حضرتك لما بتاخد اوامر من القياده ينفع تسال ليه قبل ما تنفذ؟ يلا يلا سعادتك روح انقل المعلومه يا سخنه. يلا يا باشا يلا. اتفضل سيادتك اتفضل. الو. ايوه يا سيد. هشام فين يا سيد؟ انا دلوقتي بس عرفت انت كنت بتسأل عليه ليه. عشان تورطه في مصيبه صح؟ اورطه في مصيبه؟ طب تصدقي وتأمني بالله
انت دماغك فاضيه يا بنتي. وانا ازاي يعني هعرف المصيبه من قبل ما تحصل؟ هو انا بنجم ارحب؟ انا غلطان. هو اللي يحل ما بينكم كده يتحل وسطه ان شاء الله. لا استني يا اختي، وفين بقى رحيم من ده كله؟ لا ما اعرفش ارحاب. ما تعصبنيش ارحاب وتضيع الحجرين من دماغي. اقفلها يا ارحاب، اقفلها يا وليه. عماد، واضح ان في مصيبه جديده نوفي في عيله السيوفي. قابل وقعد يا عم. قابل وقعد على طول. اتفضل. مساء الخير يا احمد باشا. ليه بس كده يا باشا؟ ايه اللي ليه بس كده؟ هو انا عملت ايه؟ انت هتستعبط يالا يا باشا انا ما عملتش غير اللي انت طلبته مني. مش قلت العربيه فيها سلاح؟ فين السلاح ده؟ معرفش يا باشا، ورحمة امي في تربتها العربية كان عليها سلاح. رحيم وداه فين بقى معرفش يا باشا. يا باشا انا قايل لك رحيم شاكك فيا وكان هارش ولعب بينا احنا الجوز. شاكك فيك وسحبك معاه في كل حته. مش في كل حته يا باشا. امال انت فاكر هو بعدني عنه ليه لما مسكني شركه الشحن؟ بعدك عنه ومقعدك في القصر عشان ابقى تحت عينه يا باشا. اقطع دراع من هنا يا باشا اما كان رحيم مسنود من حد عندكم هنا. ايه اللي خلاك تقول كده يا حلمي؟ يا باشا رحيم بيتحرك وهو سايب ايده الاتنين وبيعمل كل اللي هو عايزه وبيوصل له. انت مش فاكر يا باشا يوم ما اتقبض علينا خرجنا تاني يوم على طول. مالك يا حلو؟ انا ما كنتش اعرف انك خفيف قوي كده. وانت بتحب حنان للدرجه دي؟ ما تقلقش يا جدع، دي معاها سامي معلم ومش سهل. ربنا يستر ربنا يستر يا رحيم. انا قلت لك ارجع. المهم طمني، عملت ايه مع احمد الديب؟ فين منك انت معايا من اولها؟ ما ريحتوش، بس انا كده بقيت بالنسبه له كارت محروق. انا بقى مش عايزك تبقى كارت محروق. ازاي؟ لازم من وقت للتاني تبصي له معلومه كده بس نبقى متفقين عليها. جرى رحيم، هو انا ايه على اخر الزمن هبقى مخبر ولا ايه؟ جرى يا حلمي، في ايه؟ احنا طول العمر ماشيين الطريق سوا، كتفي في كتفك. لو عايز تخلع قول لي. يا عم هو رحيم ما انا ما قلتش حاجه بس بفضفض معاك يعني. خلاص يبقى اللعبه نلعبها صح. احمد الديب ده كارت مهم وما ينفعش نخسره. تمام. انا قلقان على حنان جدا. اطمن. حنان الحمد لله على السلامه. حقك عليا يا حنان، حقك عليا. كده يا حلمي انا اتبهدلت وانت سايبني. معلش حقك عليا. انت عارفه انا كنت فين؟ انت عارف انا لو كنت في اخر الدنيا كنت فضلت قاعده على باب القسم مستنيه عشان اخدك معايا. خلاص ما تزعليش مني قلت لك حقك عليا. ما انت عارفه ما كانش بايدي. المصيبه ان انا عارفه ان ولا حاجه. ايه يا ريم، ما امك قدامك اهي، خلاص بقى. بابا انت مش عارف انا كنت حاسه بايه. انا كنت حاسه ان انا لوحدي. حقك عليا يا حبيبتي. طب اوعدني انت مش هتحسسني بكده تاني. اوعدك، بس انت قولي لامك برضه تكبر دماغها من حكايه الشركه دي. هو العيب في الشركه ولا العيب في اللي ما يتسمى اللي اسمه رحيم؟ على فكره رحيم هو اللي طلعك. وهو اللي دخلني. مين دخلني يعني غيره؟ وهيفضل يبعت لنا بلوى ورا التانيه طول ما هو معانا. هو رحيم هو اللي قالك تنزلي الشركه ولا انت اللي صممتي تنزلي الشركه؟ اشربي بقى. وعلى فكره اللي حصل لك ده اقل حاجه. وهنزل الشركه وهفضل اروح الشركه. حنان انا مش عايز ابعدك عن الشركه، انا خايف عليكي ومش عشانك او عشاني، عشان خاطر البت دي. لو بتحبني وبتحب بنتك ابعد عن رحيم. تاني هتقولي رحيم؟ يوه ما كفايه خناق بقى. ما هي اللي بتنرفزني. طب ماشي خلاص، بس انا بقى مش عايزه اقعد هنا. الناس اللي هنا بتستفزني، انا خلاص تعبت، مش هقعد في البيت ده. وطي صوتك. خلاص. دي ناس ان احنا في بيتهم. ايه يعني في بيتهم؟ يسمعوا. خلاص معلش، خلاص يا ماما. ما تتحركش من مكانك يا شبوره. رحيم
ازيك يا رحيم؟ الحمد لله على السلامة. هو في ايه يا رحيم؟ أنا في الأول وبعد كده أنت. بسيطة، الحمد لله إن إحنا بخير. الحمد لله. أنا عرفت إن العربية وصلت. أنا قلت مفيش حد في الدنيا ممكن يحل الموضوع ده غيرك أنت يا رحيم. أنت عارفة يا حاج، أنا دايما تحت أمرك. بس رحيم، في حاجة كده أنا مش فاهماها. إيه هي؟ هو أنت شايف إن كل اللي بيحصل ده مش غريب؟ إيه الغريب فيه؟ يعني لما يكون في كمين نازل لكم مخصوص ويتقبض عليك ويسيبوكم في نفس اليوم، شايفه ده إيه؟ عادي كده يعني؟ علشان كده بقى طلبتي تقابليني في حتة بعيدة عن القصر والمركب؟ حرص مش عيب؟ أنت شايفة إيه يا حاج؟ لا مش انت اللي تسأل، انا اللي اسأل. والله أنا لو مكانك هقول إن أنا عملت ديل مع الضابط علشان يخرجني. على العموم لو مش عايزة نشتغل مع بعض تاني مفيش مشكلة. أنا لو مكانك أخاف. انا ما بخافش. طب بالعقل كده، هم يمسكونا ليه؟ هم لو معانا حاجة؟ ما هي لو نقطة تفتيش عادية هقول ماشي، كلامك يعدي. لكن لما يكون في كمين نازل لكم مخصوص يبقى مش عادي. ثم هم عرفوا خط سيركوا ازاي؟ أنا مش عاجبني الكلام. ولا انا. طيب أنا قلت اللي عندي. أنت بقى لو لقيتي أي تفسير تاني بيكلميني عرفيهولي. يلا هشام. يلا يا رحيم. بالإذن يا حاجة. مع السلامة. زياد، انا كنت جايه اعتذر لك على اللي حصل. وانت مالك؟ وانا مالي ازاي يعني؟ انا لو ما كنتش موجوده ما كانش هيحصل لك حاجه. والله العظيم يا زياد انا مش عارفه اسامح نفسي، انا بجد اسفه. يا بنتي انت مكبره الموضوع كده ليه؟ ده حيالله شبه ارتجاج. انت بتهزر صح؟ بحب اشوف ضحكتك قوي. طيب انا ممكن لا عشان لا خليكي، ده سيد. الو، اجيلك دلوقتي؟ طيب ابعت لي عنوان. في ايه؟ عايزني اروح له، بيقول محضر لي حاجه هتبسطني. هيحضر لك ايه يعني؟ اكيد جايب لك مصيبه. لا ما اعتقدش، في حاجه تانية. طيب انا هقوم اغير هدومي. الفيديو ده وصل لك ازاي؟ لقيته في العربية. في حد بقاله فترة بيكلمني من برايفت نمبر. الواضح كده انه مراقبني كويس قوي وبيعرف كل تحركاتي. كلمني وقال لي انه سايب لي حاجة مهمة قوي في العربية عندي. لقيت الفيديو ده. معقولة ما تعرفيش هو مين ولا بتشكي في أي حد؟ حقيقي معرفش هو عايزني انا ولا انا مجرد أداة في ايديه هو عايز يوصل من خلالها لحد تاني. هو حضرتك ما تقدرش تعرف مين صاحب الرقم ده؟ هعمل كده فعلا، بس صعب قوي يعني لما حد يكون بيتكلم من برايفت نمبر ان حد يوصل له. اكيد هو قاصد ان مفيش حد يوصل له، بس اللي مستوقفني جدا ما قلتيش رحيم ليه؟ مع ان رحيم هو السبب في براءتك. عشان انا مش عايزه الموضوع ده يوصل لرحيم باي طريقه، مش عايزه يعرف حاجه عن الفيديو ده. ليه؟ مش مهم ليه، انا مش عايزه رحيم يعرف اي حاجه عني. انت شاكه ان رحيم يكون ورا اللي حصل لك؟ انا شكيت في كل اللي حواليا، عشان كده لما فكرت ان حد يساعدني فكرت بقى ابعد حد عني. هعتبر ان ده مدح فيا، مع اني دلوقتي ماليش اي علاقه بقضيه رحيم، بس انا هجيب لك الواد ده. حضرتك اعتذرت عن قضيه رحيم؟ اعتذرت؟ حاجه شبه كده. عموما انا تحت امر حضرتك وهجيب الولد ده. انا عارفه العنوان. عارفه العنوان؟ طب ما قلتيش من بدري ليه؟ عشان عايزه اروح معاك. نعم، هي رحله ولا ايه؟ والله ده شرط عشان اديك العنوان. انت ما تتشرطيش عليا. انت فاكره ان ممكن اغلب ان اجيب الواد ده؟ احمد بيه لو سمحت، انا عايزه اروح معاك عشان عايزه اساله هو ليه عمل فيا كده. انا عايزه اسمع منه. انا عارفه انه ده طلب صعب،
بس لو حضرتك عايز تساعدني هتوافق. فين المفاجأة اللي انت عاملها لي دي؟ تعالى بس، ده كويس انه ما قلتلكش غمض عينك. فتح عينك تاكل ملبن. عمرو بيعمل ايه هنا ده؟ هو انت اخلص ياض. انت عملت فيه ايه؟ عشانك، عشان كل الناس تعرف ان اللي يفكر يمد ايده عليك قطعها له. ما انت عارف اني ما بحبش الطريقة دي. تحب زي ما تحب، اهم حاجه تاخد حقك يا زياد. ومين طلبه منك اصلا؟ انا مش محتاج اذن من حد عشان اجيب حق ابني. انت مصدق نفسك؟ يا زياد انت ابني. بعدين يا زياد مين الاب ده اللي ما ضربش ابنه؟ بعدين احنا فيها يا عم. انا مستعد اعتذر لك واحب على دماغك اذا كان ده يرضيك. يا اخي انا مش فاهمك. منين بتقول ان ابنك وبتعمل اللي بتعمله ده في رحاب؟ انت متخيل ان في ابن هيحب ابوه وهو شايفه بيذل امه؟ يا ابني ما تخبطش الورق على بعضه. مالكش دعوه باللي بيني وبين عيله السيوفي. مفيش فايده في الكلام. الكره عماك. فكه فكه. اللي انت عايزه يا ابني، اللي انت عايزه يا زياد. اهلا يا عماد بيه. استاذ سامي مستني حضرتك. اهلا 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 وسهلا عماد باشا. انا المفروض اضل من المكتب لان نورك كفايه. اقعد يا سامي، مفيش وقت للشويتين بتوعك دول. اقعد. شويتين ايه يا عماد باشا؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ حصل كتير، ده انا كنت مستنيك انت اللي تحكي لي. احكي لك؟ ما ترسيني يا عماد باشا. رسيه. بص انا هحكي لك حدوته وتقولي رايك فيها ايه. كان في تعبان صغير عمال يتنقل من بيت لبيت رغم ان صاحبه مشبعه، بس جعان برضه. فضل يتنقل ويلف ياكل ويكبر ويكبر لحد صاحبه ما تعب. قام التعبان اكل صاحبه وراح لصاحب تاني. الصاحب التاني ده لما يتعب التعبان هيعمل ايه؟ هياكله طبعا. برافو يا سامي. عشان كده الصاحب الجديد لازم يقتل التعبان قبل ما ياكله، صح ولا لا؟ لا طبعا. ما يمكن التعبان ما ياكلوش ويقعد جنبه. ما ينفعش، عشان التعبان هيفضل تعبان وهيفضل جعان زيك. انت بتشتمني كده يا عماد باشا وبتغلط فيا، ولما موكلي يغلط فيا لازم اصلح له غلطه. حلو قوي الكرافته دي يا سامي. والله لطيفه جدا. انت جايبها من فلوس موكلك صح؟ انهي موكل فيهم؟ اللي بتطلعه من السجن وعمال ترجع له حاجته حاجه ورا التانيه، ولا في حد غيره؟ مش بايدي والله يا عماد باشا، حاجته رجعت له بالقانون. بالقانون؟ انا بقى بالقانون ده هوديك مكان تحبه قوي يا سامي. هي القضيه بتحتاج ايه؟ يا شاهد يا دليل. وانا عندي عسكري غلبان ضميره صحي وعايز يشهد انك اشتركت في تهريب متهم. رحيم لسه في ايدينا، بس اديني فرصه افهمك. ما عادش في وقت يا سامي زي ما قلت لك. العسكري الغلبان ده ضميره صحي، بس انت حليت له بقه. انا ايه؟ حليت له بقه اكتر، فضميره صحي اكتر واصر يجي معايا ويعترف ويقول كل حاجه. وحبايبك زمانهم جايين دلوقتي، دول زمانهم على السلم. طب يا عماد باشا اديني فرصه افهمك. باي يا سامي، بس لما نتقابل المره الجايه مش هيبقى كده، هيبقى في بينا قضبان سلم. باي باي يا سامسون. باي. عماد باشا افهمنا ارجوك. عماد باشا سيبنا افهمك يا عماد باشا. سامي عوض، انت مطلوب القبض عليك. معاك اذن النيابه؟ طبعا معايا. امال؟ اتفضل معايا. ما تردي بقى. رحيم، اهلا يا ريم، ازيك؟
انا كويسه الحمد لله، بس انا حاسه ان انت زعلان مني وانا هزعل منك ليه؟ عشان انا السبب في اللي حصل لزياد. لا خالص، وحتى لو كنت انت السبب، زياد مش صغير، لازم يفهم ان الدنيا مش هتفضل تطبطب على طول، ساعات بتضرب، والراجل اللي بعد ما يتضرب يقوم واقف على رجليه وياخد حقه، وانا عايز زياد يبقى راجل. يعني انت مش زعلان مني؟ مش عارفه يا رحيم، شكلك متضايق. معلش عادي، اصلي زعلت حد وهو متضايق مني ومش راضي يرد عليا في التليفون. لا مش حقه الصراحه. رحيم انت ما ينفعش حد لا يزعل منك ولا يزعلك. لا ازاي؟ اللي بنحبهم من حقهم يزعلوا مننا ويعاتبونا. هو العتاب بيضايق، بس هم بيقولوا بقى ايه؟ العتاب على قد المحبة. فاهمة حاجة؟ وانت اللي بيحبوك كتير يعني الصراحه. ما علشان كده بقول اللي بنحبهم هم دول اللي بنشوفهم من بين كل الناس، والباقيين مش بنشوفهم اصلا. خرب عقلك، دايما تقعدي كده ايه تتدحلبي وتسرسبيني في الكلام، والاقي نفسي كده ايه بتكلم وبقول اللي جوايا من غير ما اخد بالي. انت ايه؟ يعني ممكن اكون واحده من اللي انت بتحبه. خايفة؟ يعني طيب خليكي انت هنا، هنزل اساله وارجع لك على طول. لا، انا قلت لك انا عايزه اساله. سيادتك يا فندم انا مش عارف اشتغل كده كويس. العيال دي ساعات بتتصرف تصرفات مش مسؤولة. لو سمحت ما تخوفنيش اكتر ما انا خايفه. انا مش بخوفك، بس انا فاهمه كويس قوي. طب خلاص، شوف انت المفروض تعمل ايه معاه بس بوجودي. ايه؟ مالك؟ لا مفيش. لا لا، فل الفل. على فكرة أنا وردت الإيراد في حسابك. انا ما سألتكش على الشغل، انا بقول لك مالك. هقول لك بس ما تفهمنيش غلط. لا ما تقلقش، هفهمك غلط. في ايه بقى؟ أنا عايز آخد حنان وريم ونشوف حتة تانية بره مصر. ليه يا حلو؟ في حاجة حصلت ضايقتك؟ مش قلت لك ما تفهمنيش غلط؟ لو في أي حاجة أنت أول واحد أنا هقول. أمال في إيه؟ مفيش. يعني أنا بس كده هبقى مرتاح. أنا عارف دماغك يا حلمي، لو قعدت أتكلم معاك من هنا للصبح برضه مفيش فايدة. معلش يا رحيم، سيبني براحتي. وبعدين أنا هروح فين يعني؟ أنا هشوف أي مطرح جنبك. يعني مش هتخلص مني. ماشي، أنا هسمع كلامك، بس أنت كمان لازم تسمع كلامي. هتقعد في فيلا وهتاخد فلوسها من حسابي. لا فلوس لا، الكلام ده مش هيحصل. أنا بقول لك حطهم في جيبك، دول سلف وهترجعهم لي. أنا مش عارف أقول لك يا رحيم. يا عم قول ماشي مرة واحدة بقى يا أخي. ماشي. افتح يالا، افتح يالا. الظاهر مفيش حد هنا. شفت حد بيجري. خليك هنا ما تحركيش.